الشوارع المزدحمة لمدينة عربية قديمة، حيث تبدأ رحلة علاء الدين ملتقطاً الأجواء والثقافة النابضة بالحياة. علاء الدين شاب واسع الحيلة، يكتشف المصباح السحري الغامض المختبئ في كهف مظلم. في اللحظة التي يفرك فيها علاء الدين المصباح، ويطلق الجني الضخم الذي يخرج من الدخان الأزرق الدوامي، وتظهر قوته وجلاله. محادثة علاء الدين الصادقة مع الجني، وهو يتعرف على أمنيات المصباح الثلاثة والإمكانيات التي تحملها. علاء الدين يستخدم رغبته الأولى في التحول إلى أمير، ويعرض التحول بتفاصيل معقدة. الأميرة ياسمين الساحرة مع حيوانها الأليف النمر راجا في حدائق القصر الفخمة، حيث يلتقي بها علاء الدين لأول مرة. علاء الدين والأميرة ياسمين يشرعان في رحلة على السجادة السحرية عبر سماء الليل العربية المضاءة بالنور، ويلتقطان الرومانسية والعجائب. الساحر الخبيث جعفر بعصاه الثعبانية المنومة يخطط لسرقة المصباح السحري وقوته. معركة الذروة بين علاء الدين بمساعدة قوى الجني وجعفر مع عروض مبهرة من السحر والتشويق. رغبة علاء الدين الأخيرة اختيار إطلاق سراح الجني، مما يؤدي إلى خاتمة تبعث على الطمأنينة للقصة وتسليط الضوء على قيمة الصداقة والحرية. In the end, I thank Jason for your follow-up. We hope to subscribe to the channel and activate the bell button, and do not forget to like. We also await your support through the super chat and the thank you feature. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والإعجاب، ولا تنسوا الدعم بسوبر ثانكس. إلى اللقاء.